بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. حبيبتي، لأول مرة تخشي عندي القناة يا ريت تعملي لايك واشتراك وتشيري الفيديو عشان يوصلك كل جديد، ولو انت من المتابعين اللي معايا تعملي لايك وتشوفي الحلقة للآخر وتشيري الفيديو على قد ما تقدري، الدل على الخير كفاعله. وربنا يأجرك الأجر والثواب إن شاء الله. حلقة النهاردة مهمة جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين الأوضاع اليومين دولت، السحر يعني منتشر. بصي تلاقي أي واحدة متغاظة من واحدة تروح تسحر لها، أي واحد متضايق من واحد يروح يعمل له سحر. يعني أنا مش عارفة في إيه، ليه بنضر بعض كده؟ ربنا يهدينا جميعا يا رب ويهدي كل عاصي. في طبعا انواع السحر كتير، سحر مأكول، سحر مشروب، سحر مدفون، سحر بقى يعني الاسود ده يا رب يعني يهدي اللي بيعملوه ده بقى. يعني من اصعب انواع السحر ومن اصعب الانواع اللي يعني صعب فكها. ولو ان مفيش حاجه طبعا صعبه على ربنا ولا مستعصيه على ربنا، ربنا بكل شيء كن فيكون. ولو اجتمع أهل الإنس والجن على أن يضروك ما يضرك بشيء إلا إذا أراد الله، فبرضه يعني كل شيء بإرادة الله، بس ما هي إلا كلها أسباب يعني. فبالنسبة بقى لحلقة النهاردة، إزاي تعرفي إن أنتي معمول لك سحر، والسحر ده نوع مأكول، مشروب، مدفون، وإزاي تفكيه. يعني كل ده طبعا من غير ما تروحي للدجال، من غير ما تروحي للشيخ، من غير ما تروحي العراف. لا، أنا يعني الحلقات اللي بعملها ديت قائمه على ان لازم تعالجي نفسك بنفسك، ما تروحيش لحد. ولو حتى العلاج هياخد وقت، بس هتعرفي ان انت خلاص يعني فعلا شفيتي وعافيتي. لكن ممكن اللي انت هتروحي له يقعد يستدرجك، ممكن يطلب منك حاجات قذره، ممكن يطلب منك فلوس، ممكن ما يكونش عارف حاجه اصلا، ويبقى ما انتش عندك سحر ولا حاجه، ويقول لك انت مسحوره عشان خاطر كل شويه تروحي له. وفي ناس تقول لك ده انا بعمل لله يعني كده، انا باخدش فلوس، وتروحي يقول لك في صندوق اهو اتبرعي فيه للمسجد. اتبرع للمسجد؟ يعني بتبقى عندك يعني كل يوم داخل لك يجي 100 فرد، كل ال 100 فرد دولت هيتبرعوا كلهم للمساجد. شوف انت بتلم كام بقى، وفي الاخر تحطهم في المسجد؟ لا طبعا، يعني بيتحايلوا عشان ياخدوا منك فلوس. فزي ما قلت لك، عالجي نفسك بنفسك بكتاب الله. يعني ربنا ما سابش حاجه فيه الا وقالها والله، بس احنا اللي مقصرين. طب تعرفي منين ان انت مسحوره او معمول لك سحر انت او اي حد من البيت؟ لو انت مثلا لقيتي اوضاع البيت عندك اتغيرت، يعني لو لقيتي اللمض عندك بتتحرق كل شويه، تعرف يعني كل مثلا 3 4 ايام تلاقي اللمبه اتحرقت، او كل اسبوع، دي طبعا حاجه مش طبيعيه. دي يعني علامه يعني تدل على ان البيت فيه سحر. لو لقيتي دايما في قط اسود عندك قدام باب الشقه، وشكله كده مريب مش طبيعي، برضو ديت من علامات السحر. ده كمان خادم السحر، وممكن الله اكبر يقلب لو ما عالجتيش نفسك بسرعه، ممكن يقلب مس عاشق ويوقف حل المقيمين في البيت كله. لو لقيتي نفسك مخنوقه، دايما بتعملي كده مشاورات مع اهل بيتك مع زوجك، مع اولادك، من الباب للطاق كده من بدون اي اسباب، عندك خنقه، بتلاقي ميه مرشوشه قدام الباب، بتبقى دي كلها علامات سحر. بتلاقي برضو حاجة ناقصة من ملابسك او ملابس حد من اولادك، مع ان دي بقى بالذات احنا ما بناخدش بالنا منها. يا ريت ما نحطش سبت الغسيل في الحمام، سبت الغسيل يبقى في اوضه في اي اوضه يعني ومقفول عليها، واي حد يجيلك يعني ما تدخلوهوش يعني يقعد في مكان معين كده، ياخد واجبه من الاوضه على باب الشقه عدل ويمشي. لان الملابس الداخليه دي بتتاخد من غير ما احنا بنحس، وما بنعرفش انها ناقصه كمان، الا بعد بقى ما نحس ان في حاجه اتعملت لنا، نقعد نتذكر ونقول ده ناقص كذا، ده ناقص الطرحه الفلانيه، ده ناقص مش عارفه التيشيرت الفلاني، وبيبقى اتاخد وما انتش عارفه مين اللي خدها. فالنهارده عشان تعرفي مين اللي سحرك، انا قلت لك اهوت على العلامات.
والعلامات ديت كانت واحده فعلا برضو سالتني، يعني الحلقه دي انا منزلاها بناء على طلب اتنين. واحده قالت لي انا معمول لابني سحر، وبقول لها مجاز بيتهيألك. قالت لي بيتهيألي ازاي؟ لا انا حاسه ان جارتي عامله له، ادعي له والنبي حاولي تشوفي لي صرفه. واحده تانية من العراق بعتت لي برضو، وهتلاقوا حتى في الكومنتات عندكم في الحلقات اللي فاتت، قالت لي برضو حاولي تشوفي. قلت لها ان شاء الله هشوف وانزل لكم حلقه يعني. فيا رب تكونوا بقى شايفين الحلقه ديت والحلقه اللي بعديها. الحلقه ديت منزله فيها علامات السحر، وازاي تعرفي ان انت مسحوره، وازاي ان شاء الله تلجئي لربنا ويدلك على الحل. والحلقه الجايه باذن الله بقى اقول لك على على العلاج يعني، عشان برضو الحلقه ما تطولش وما تتوهوش معايا. وحاولي تشوفي الحلقه للاخر علشان خاطر تعرفي كل شيء وتستفادي منه. فالمهم واحده يعني قالت لي يعني، والحلقات دي بقول لكم بتبقى مجربه يعني، مش ان انا بتكلم كده يعني هباء منصورا، لا يعني بتبقى مجربه وشفت منها اجابه يعني. فكانت الست بقى اللي انا هحكي لكم حكايتها ديت، كانت بتقول لي دايما بحب جوزي جدا وجوزي بيحبني جدا، بس من باب للطاق اقول له طلقني، وابقى متعصبه قوي ومتضايقه، وطلقني طلقني، اللي طالع على لساني طلقني، كل ما اشوفه قدامي يطلقني، اصحى من النوم طلقني، يمشي ويسيبني يروح شغله، يجي من شغله طلقني. وبعدين الحلو فيها بقى الست دي بتقول لي بتقول لي كنت اقعد اعيط وراجع نفسي، اقول انا عايزه اتطلق ليه؟ ده هو كويس معايا، حنين، بيجيب لي طلباتي، مش هيني، مش مبهدلني، طب اتطلق ليه؟ بتقول لي ساعة يعني شكيت بقى في الحاله ديت. بتقول لي حصلت حاجات كتير. اللمض على طول كانت بتتحرق، نغير اللمبه مفيش اسبوع واللمبه نفس اللمبه. كانت تقولي لمبه الحمام بالذات والمطبخ وفي واوضه. بتقول لي كان الشقه عندها مقسومه نصين كده، النص الجواني كانت اوضه والمطبخ والحمام. بتقول لي الثلاث لمض دول كانوا دايما على طول يتحرقوا، نغير اللمض مفيش يومين ثلاثه وتبص تلاقي اللمض اتحرقت. برضو ما كانتش تاخد بالها من موضوع اللمض ده بصراحه. بس اللي خدت بالها منه موضوع يقول اتطلقني دي، لانها بتحب. بتقول لي كنت بقى يعني بعشقه كده. المهم بتقول لي برضو كنا نقعد على الاكل لازم يتخانق ويسبب خناقه مع الولاد، من الباب للطاق كده، اي حاجه على اسفه الاسباب يعمل خناقه جامده، مع انه هو اصلا مش بتاع خناقات وحنين. البقيت انفر من البيت، مش طايقه اقعد في البيت، مخنوقه وعلى طول اقعد اعيط. وبعدين انزل، ما والدتها تبقى زعلانه منها، انت ما بتجيشي، اخواتها قرايبها تقول مخنوقه ومش عاوزه انزل. وساعه ما انزل الاقي نفسي ارتحت نفسيا، اجي وقت الرجوع اقعد اعيط وابقى مش عاوزه ارجع البيت، وحامله هم رجوعي البيت، كأن البيت دوت مقبره ورايحاه، بس غصب عني كنت ارجع. وكنت ساعات بقى اخلق اسباب عشان اقول ابات عند والدتي، اقول ده والدتي تعبانه وقالت لي باتي معايا، يقول لي طيب. بتقول لي المهم ما بقتش عايزه ارجع البيت، واقول لوالدتي انا عايزه اتطلق منه. والدتي تقول لي طب انت يا بنتي عايزه تطلقي منه ليه؟ ده كويس. تقول لها مش عارفه. كانت تقول لها ممكن ماما انا حاسه ان انا معمول لي سحر، انا بلاقي ميه على قدام باب الشقه ومخنوقه وعلى طول خناقات. تقول لها انت بتهيألك، مين اللي هيعمل لك ده؟ انت محبوبه، مين هيعمل لك الحاجات ديت؟ فقلت لها طب انا اقول لك على حاجه بقى، احنا نقطع الشك باليقين. قالت لي قلت لها انت دلوقتي هقول لكم بقى دلوقتي اهو تعملوا ان شاء الله اللي انا قلته لها وجاب معاها نتيجه. قلت لها انت دلوقتي حاولي كل ليله تغيري ملابسك قبل النوم، وتبقي طاهره ومتوضيه، وتخشي اوضتك تبقى نظيفه، متعطره بالعود او المسك او البخور العادي من عند العطار، ونظيفه كده، تبقى النفسيه مرتاحه فيها. تقعدي تصلي العشاء، وبعد ما تصلي العشاء خلاص انت هتنامي بقى. هو صليتي العشاء خلاص، صلي ركعتين، برضو صلي ركعتين، وتقري بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة. وقلنا ليه 19 مرة؟ عشان عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، فهنقرا 19 مرة بسم الله الرحمن الرحيم، ودي كفيلة لوحدها انها تفتح اي باب مغلق، اي حاجه مستعصيه عندك. اقري بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره، هتلاقي ربنا جاب الفرج. فدلوقتي هتقري بسم الله الرحمن الرحيم 19 مره، وبعدين تقري سوره الهمزه، هي 9 ايات، هتقريها 21 مره. بس ال 21 مره هتقريها منفصلين، مش 19، مش 21 مره متتاليين، لا. هتقريها اول مره وبعدها تقولي دعاء، تقولي اللهم بحق هذه السوره وضح لي رؤيتي، وبسر عظمتك وقدرتك يا رب العالمين بين لي إن كان معمول لي سحر أو حسد، وإن كان سحر مرشوش أو مأكول أو مدفون، وبين من اللي عمله. خلاص كده أول مرة. ترجعي تقريها تاني وتقولي نفس الدعاء.
وبتقريها تالت لعاه عند 21 مرة، وبرضه يبقى 21 دعاء. يبقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، ونقول سورة الهمزة 21 مرة، كل مرة يليها الدعاء لعند ما نخلص. وبعد كده هتقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتروحي نايمة على جنبك اليمين، وربنا هيجيب لك الايه الإجابة في الرؤية إن شاء الله. هتشوفي بقى في الرؤية بعد 3 أيام أو بعد أسبوع إن شاء الله. نشوف هنعمل ايه بعد كده.